إحساس مش مريح خالص. مفيش حاجة نعملها تحمسنا بدل ما قاعدين كده؟ أنا ورايا مشاوير مهمة، هسيب الولد ده أمانة عندكم. اطمن يا بابا، أنا هادي خالص. مش مرتاح للولد ده، حاسس إن في حاجة غلط. ده حتة عيل بشخة، ما تقلقش كده يعني. الأكل جاهز، هتاكلوا حاجة تحفة. بابا مش بياكل غير لو أنا اللي طابخ. عامل لكم بيتزا وبرجر هتحلفوا بيه العمر كله. ده شكله مش طبيعي، هجرب وربنا يسترها بقى. إيه القرف ده؟ ده بلاستيك. مش قلتلك الولد المعفن ده مش مريحني من ساعة ما شفت وشه؟ الولد ده مستفز قوي، يا رب أبوه يجي ياخده بسرعة قبل ما نخلص عليه. لسه في مفاجآت، أنا محدش يتوقعني. ها، تحبوا أنهي؟ عملت لكم عصير أخضر هيعجبكم قوي. لا، أنا مش مطمن، مش ممكن آكل ولا أشرب من العيل ده حاجة. الولد ده مستفز، كده لعب عيال. لازم نفكر له كويس، مش هنسيبه يلعب بينا زي الكرة الشراب كده. جالي فكرة شيطانية، معايا فيها ولا هتخاف من الجوكر أبوه؟ تعابين خضرة. نفذ، احنا هنخليه يندم انه فكر يلعب بينا. ماشي يا ابن الجوكر، هنشوف مين هيضحك في الآخرة. الهدوء ده مريب شوية، شكلهم زهقوا وسابولي البيت. ايه ده؟ تعابين خضرة؟ يا لهوي! لا، يا لهوي! ايه اللي جابهم هنا دول؟ اكيد هم عشان اللي عملته فيهم. لا، انا ههرب. مش هقعد هنا لحظة مع التعابين الخضرة دي. الحقوني! لا! خلصنا على الإزعاج. كده هيتربى فعلا، والجوكر هيشكرنا عشان خليناه طفل مش جحش. اعملوا سبسكرايب بسرعة عشان نعرف إننا عجبناكم، ولو عندكم عيل بشخة زي ده قولوا لنا واحنا نتصرف معاه بطريقتنا.